هكذا تقوم أنساب القبائل المتجمعة لأول مرة في عام 715 قبل الميلاد بتشكيل اتحاد متراخ ومرن وحصيلة هجمات الأشوريين والأوراراتيين. ندرك أنها انحازت للتحالف مع الأنساب الإسكيتية الشهيرة الآتية من القفقاز. يبدو أن ذلك تقليد تاريخي، كما شهدت التناقضات مع الإسكيت في بعض الأحيان فتداولوا زمام القيادة بين فترة وأخرى. وبعد مقاومة دامت حوالي 3 قرون دك الميديون دعائم قصور الأوراراتيين حوالي عام 615 قبل الميلاد، ثم انقضوا على عاصمة الأشوريين ليدمروها أشد تدمير ويضعوا حدا فاصلا لهاتين الحضارتين الآخرتين المنيعتين اللتين شهدتهما ميزوبوتاميا. يقال أن الميديين شادوا عاصمة كانت أشهر من نار على علم واسمها أقبطان بالقرب من همدان الحالية في إيران، وأنهم أحاطوها ب7 أسوار مطلية ب7 ألوان، ووسعوا حدودهم الغربية إلى أن وصلت النهر الأحمر وغدوا جيران الفريجيين. وقد تسببت علاقة القرابة مع القبائل البرسية في قصر فترات نفوذهم، فالكيان السياسي الذي أنشأوه بجهود مضنية وحافظوا عليه حوالي 3 قرون قد أضاعوه بسبب مكائد القصور، فساعدوا السلالة الأخمرية البرسية في أحكام قبضتها عليه وانتزاعه منهم. فالبرسوي الذي يدعى كيروس الذي هو ابن إحدى بنات استياج يتحالف مع هرباكوس القائد العسكري للقصر للإطاحة بالملك العجوز الأخير استياج بانقلاب مأساوي حبك بين ردهات القصر. ونعلم من تاريخ هيرودوت أن الملك استياج كان قال لهرباكوس ما قابل هذه الدناء الشنيعة: أيها السافل، ما دمت أطحت بي، فلماذا تسلم السلطة لذاك البرسي ابن الحرام؟ ليتك استلمت أنت السلطة على الأقل. لماذا سلمت دفة الحكم إلى البرسيين؟ ليتك أبقيتها في يد الميديين. ولو كان هيرودوت لا يلفق ذلك من لدنه، نحن مرغمون على الوثوق به وتصديقه، لأنه أول مؤرخ عالم وحكيم جاب بقاع الأرض أكثر من غيره. فإن هذا الوضع يشير إلى أن أحد المزايا الدنيئة والشنيعة للطواطئ الكردي قد تشكلت منذ آلاف السنين. إني على قناعة بأن أول متواطئ كردي عرف في التاريخ هو أنكيدو الذي انتشله جلجامش ملك أوروك من الغابات. كانت الغابات كثيفة في تلك الأزمنة في المناطق التي استقر فيها الكرد الأوائل على الأغلب، ليسخروه كعميل متواطئ معه في غزو مناطق الغابات. أي أن التواطؤ مسألة غائرة في التاريخ لدرجة أنها أصبحت موضوع الملاحم الأولى. بالطبع فقد تكرس ذلك بواسطة المرأة مثلما الحال في كل الأوقات. لقد تخلى أنكيدو عن أجواء الجبال الحرة وعن أصدقائه كرما لعيني كاهنة المعبد وجاذبيتها وشهوتها الفاتنة. كما أن هذا الوضع شبيه بهذه الأيام، شبيه بمئات الشخصيات المطابقة لهرباكوس والتي ظهرت بين صفوف حركة الحرية الكردية وباكاكي. إذن يتعين الإدراك يقينا وبكل وضوح أن شخصية الكردي المتواطئ الحالي قد تشكلت تاريخيا، وأنه لا يتوانى عن بيع أي قيمة نفسية في سبيل زوجته وعائلته التي لا تساوي 5 قروش. لهذا السبب ابتعد الكردي عن النبالة والأصالة والسياسة والحكمة الحقيقية، واقترب عن الحياة الثمينة الفاضلة الممتعة بحق والتي تمر من الحياة الحرة، وبالتالي رجح الحياة البغيضة الممقوتة. يولي اليونانيون، أقصد القدماء منهم وليس الحداثيون الغريبي الأطوار، أهمية زائدة للميديين. نخص بالذكر هيرودوت الذي خص الميديين بقسم كبير من كتاباته المعنية بالتاريخ، إذ يطلق اسم الميديين على كل المنحدرين من الثقافة الهورية ويحترم عظمتهم، بينما يعتبر البارسيين في المرتبة الثانية. فكأنه رأى عين الحقيقة حين قال أن من ترك بصماته الثقافية على المنطقة هم أولئك الذين من نسل الميديين. فالبارسيون حينها كانوا مجموعة مجهولة الاسم ظهرت لتوها على حلبة التاريخ واتسمت بشح ثقافتها، في حين أن عظمة الثقافة الهورية كان قد دوى صداها من شواطئ بحر إيجا إلى علام، ومن حدود القوقاز إلى القصور المصرية. وقد سلط هيرودوت الضوء على هذه الحقيقة أيضا في تأريخه عن وجه الحق. كنا بينا سابقا أن الكهنة الأوائل أدوا دورا مصيريا في تكوين الذهنية الجديدة وتأسيس الإلهي في الحضارة السومرية وفي بداية جميع الحضارات عموما. يسري هذا الدور على الحضارة الأوراراتية والميدية البرسية المشيدة قبلا في الساحة نفسها،
وبالإمكان القول أن الكهنة الذين يحملون لقب الماجيين كعنوان فخري في أغلب الظن يعبرون عن الريادة الزرادشتية أساسا، وأن مدينة موشاسير الموجودة في إقليم برادوغست الحالي كانت مدينتهم المركزية المقدسة، وأن أول مجمع للإله قد تأسس هناك، ثم انتقل إلى توشبة وأقبطان وبارسيبوليس، حيث يتعسر عليهم تشييد حضارة هامة وطيدة، ما لم تكن لهم تقاليد كهنوتية ممتدة على فترات طويلة من الزمن. يؤدي الفلاسفة في الثقافة اليونانية بفلسفتهم البارزة، وكذلك المثقفون المتنورون في مرحلة التنوير في المدنية الأوروبية دورا مماثلا. ومن المفيد إدراج الشيوخ لدى الساميين والأنبياء لدى العبريين في الصنف عينه. من الضروري التعرف بدقة على مكانة زرادشت والرهبان الماجيين الذين أدوا أدوارا بالغة الأهمية أثناء انطلاقة الميديين. لدي قناعة أكيدة بأنه ذاع الصيت الرهبان الميديين والأخلاق والعقيدة الزرادشتية التي تعد عنصرا مؤسسا، وذلك الاعتقاد بعدم تلطخهم بدنس المدنية ورجسها، بل وبتقديسهم للنار والزراعة والحيوانات، وأنهم بجانبهم هذا يجسدون قيم المجتمع النيوليتي. فالزرادشتية مختلفة كل الاختلاف عن نظام الآلهة الميثولوجية التي ابتكرها الكهنة السومريون، بل وهي على الضادم، فهي مترعة بمفهوم جدلي يعتبر الكون مليئا بالصراع بين الفضيلة والرذيلة وبين النور والظلام، كما أن الأخلاق الحرة دستور أولي في رهبنة زرادشت الملهمة بهواء الجبال الحرة. ثقافة الإله ديونيسيوس في الثقافة اليونانية وغير المخنوقة بأجواء المدنية، فهي تتحدث عن قدسية الزراعة والحيوانات وعن طبائع الإنسان الحر بدلا من أن تصنع الآلهة. ولهذه الأخلاق مكانتها البارزة في صعود الميديين البارسيين وهزيمة الأشوريين، فلولا شغف الميديين بالحياة الحرة لأصبحوا أسرى المدنية بكل سهولة، مثل ما حصل للشعوب الأخرى، أقصد بالشعوب الأخرى تلك القابعة تحت تأثير مجتمع المدنية حتى النخاع.